الاتحاد الأفريقي يحرج النظام العسكري الجزائري ويدعوه لقبول تنقل المنتخب المغربي مباشرة لقسنطينة. مرحبا بكم في قناة اليوم بالدارجة. هذه القناة تقدم لكم جديد الأخبار المغربية والدولية. المرجو من المشاهدين الكرام الاشتراك وتفعيل جر الجرس لتلقي آخر الأخبار اليومية. راسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا الجزائر بخصوص طلب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المتعلقة بالسماح للمنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين حول السفر بشكل مباشر نحو مدينة قسنطين انطلاقا من الرباط. وحسب مصادر مطلعة من الكاف، فإن الاتحاد الأفريقي طلبت من السلطات الجزائرية تسهيل وصول كافة المنتخبات المشاركة ضمنها المنتخب المحلي المغربي بالسماح لطائرته بالوصول بشكل مباشر من المغرب. وحسب ذات المصادر فإن نظام شنقريحة سيجيب الكاف خلال 24 ساعة. وكانت الجامعة الملكية المغربية قد قررت عدم المشاركة في المنافسة المذكورة في حال عدم السماح بسفر البعثة المغربية برحلة مباشرة من الرباط نحو قسنطين، حيث مقرر أن يخوض المغرب مبارياته في الشأن. مرحبا بكم في قناة اليوم بالدارجة. هذه القناة تقدم لكم جديد الأخبار المغربية والدولية. المرجو من المشاهدين الكرام الاشتراك وتفعيل جر الجرس لتلقي آخر الأخبار اليومية.